تعرف ايه الفرق بين الذرة المشوية والمذاكرة؟ تخيل معايا كده جيت اديتك 6 ذرة مشوية وقلتلك عايزك تاكلهم، تقولي ايه يا عم انت فاكرني تفس ولا ايه؟ في حين ان انا لو فصصتهم لك وعملتهم فشار وقدمتهم لك قدام فيلم تقولي هي كده معقولة شوية هتكملها. اللي حصل هنا ان دماغك بيرفض اي حاجة كبيرة وصعبة وبتاخد مجهود كبير، لكن لو سهلة معندوش مشكلة. الفكرة انك بتعرف تتعامل مع المشاكل الصغيرة عادي جدا تقدر تحلها. طب ما تقسم مشكلة كبيرة لمشاكل صغيرة. يعني مثلا لو عندك حاجة كبيرة وشغلاك، أول حاجة تحاول تكسر المشكلة دي لمشاكل صغيرة. بعد كده تبتدي ترتب أولوياتك وتبدأ تحل، هتلاقي هي بتحل نفسها والتاسك بيسلم التاسك اللي بعده. يعني الخلاصة أي حاجة عايز تنجز فيها حاول تسهل الوصول ليها وتقلل الخطوات عشان توصل لها، وأي حاجة عايز تقلل منها تصعب الوصول ليها وتزود الخطوات عشان توصل لها. وطبعا ما تنساش تطبق ده على الأكل عشان ما تتخنش وتبقى رياضي. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان تشوف نصايح جديدة.